يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. أحلى نجاح في الدنيا النجاح اللي بيطلع من تحت إيديك. نجحتي بقى ربيتي العيال، نجحتي كبرتيهم، نجحتي عملت لهم لقمة حلوة أو سويت لهم حاجة، كل ده يعتبر نجاح. لكن النجاح الحقيقي اللي انت بتعمليه وانت كمان مرتاحة له. لكن نفرض ان احنا عملنا حاجات مبسوطين ان احنا عملناها وندمنا بعديها وقلنا يا ريتنا وكانوا العيال ساعدونا وانا اشمعنى لوحدي وكل حاجة عليا، ده ما يعتبرش نجاح. بالرغم ان الحاجة اللي انت عملتيها كانت كويسة، بس طبعا ما يعتبرش نجاح مادام في ندم. النجاح الحقيقي اللي انت بتعمليه وانت راضية عنه وانت كمان حباه. لكن اعمل حاجة واقول يا ريتني وهم فين وانا لوحدي، مش هوصل ابدا. يبقى احنا قبل ما ننجح نعلم عيالنا ان هم ينجحوا هم كمان. طب ينجحوا ازاي؟ اهو يقوموا يساعدوا نفسهم. اللي عايز كوباية مية يجيبها، اللي عايز يعمل بيضة على الصبح كده يقوم يعملها، اللي عايز رغيف يقوم يجيبه. لكن كل حاجة اعملها لهم؟ انا بخليهم يعملوا الحاجات اللي بسيطة. تخيلي كمية الهدوم اللي قدامك دي انا قعدت كويتها في قد ايه، وعلشان اطبقها اوصلها للمرحلة دي قد ايه، وعلشان اوصل للمراحل دي كلها قد ايه. اهو ده ندم. لكن لو انا عاملاها بحب عمره ما يكون ندم. لكن كمان لو عاملاها وهم مساعديني فيها برضو مش هندم. انتوا فاكرين ان انا عامله كل دول لوحدي؟ طبعا ما حصلش. يلا كل واحد كان بقول له يقوم يساعدني. اللي بيساعدني فعلا اهو بيعمل الحته وهو زعلان، بس لما يلاقيني مبسوطه ويلاقيني انا كمان مرتاحه وابتدي ان انا اقوم اشوف بيتي كمان معاهم، لازم يقوموا يساعدوني. تخيلي كل الكميه دي عملتيها لوحدك، ده انت هتقومي ظهرك وجعك، وهي دي بس اللي هتعمليها اليوم كله. ده لو كمان عجبهم. هتيجي اخر النهار تقولي لهم انا كنت بكوي بس، طب وفين الاكل وفين وفين وفين؟ يبقى من الافضل ان هما كانوا قاموا ساعدونا. طب بلاش نعمل الكمية دي كلها. كل واحد كده يلاقي الحتة بتاعته اللي عايزة تتكوى ياخدها ويكويها. وما ينفعش كمان اخد الحتة من على الحبل اروح اكويها، ما الدولاب مليان. نسيب الهدوم تريح برضه، مش هي اللي هنزل بيها. طب انا مستعجل، ماما ممكن تعمل لي. طب انا عندي امتحان، ماما ممكن تعمل لي. طب انا نازل الشغل متاخر، ماما تعمل لي. لكن فعلا ان كل حاجه انا اعملها، انا ممكن اعمل في الحاجات دي مواقف بس كده صعبه وانت مش قادر تعملها، انا اعملها لك. لكن انت قاعد فاضي، يلا قوم اعملها. يبقى احنا هنربي عيالنا ان هم يشوفوا حاجتهم، وكمان نربيهم على الألفة والمودة كده بينا، ان هم كمان يطبطبوا علينا. مش انا بس اللي بطبطب عليهم، انا ليا حق عندهم. هم يقوموا كده ويطبطبوا عليا ويعملوا حاجتهم. مش لازم اقول لهم، هو اللي عايز حاجة ما يقوم يعملها. وبرضه مش هخليهم يعملوها، مش هخليهم يعملوا الكمية دي. بس على الأقل انت عرفت تكوي حاجتك، او على الأقل حتى لو انا كاوية كمية صغيرة خدها من ايدي ووديها الدولاب. نسقها كده وحطها جنب بعض، بحيث ان انت ما تاخدهاش من ايدي وتبهدلها وانت موديها. اهو كل ده نجاح. يبقى احنا هنعلمهم قبل ما يساووا وقبل ما يتعلموا النظام والنظافة، هيتعلموا ان هم ينجحوا وينجحوا وينجحونا معاهم. وزي ما احنا اتعودنا، احنا طبعا ما نقصدش المكوى هنا خالص، احنا نقصد كل حاجة في حياتنا. قوم ساعد نفسك وقوم انجح وقوم افرح وفرحنا كمان معاك. زي ما انا بقدر اطبطب عليك وانزلك من البيت باحسن شكل، انت كمان طبطب عليا وحافظ على صحتي. انا ما اقصدش ان انا برضو مش هقدر اساعدكم، انا هساعدكم وعناية ليكم. بس لازم كلنا نكون ايد واحدة، اللي عنده حاجة يعملها واللي عنده حاجة يساعدها. انت كمان لازم تاخدي لك راحة شوية. والراحة دي ما نقصدش من حياتنا ولا حياة عيالنا. الراحة دي ان نفس الحاجة اللي انت بتعمليها تتقسم علينا كلنا. كل واحد يقوم يعمل حاجة، يساوي حاجة، يوضب حاجة. في الاخر هنبقى كلنا مرتاحين، وكلنا بصحة وخير. ويا رب يهنكم كلكم بحاجتكم، ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.